اقل قيمه تسويقيه في الفرق اللي هتشارك معاه في كاس العالم للانديه. عندك بالميراس فوق 300 مليون يورو، بورتو فوق 200 مليون يورو، الفريق بتاع انتر ميامي بتاع ميسي فوق 93 مليون يورو، الاهلي 30 مليون يورو. يعني انا اقل قيمه تسويقيه في المجموعه اللي انا هلاعبها، ويطلع واحد محنك براس بخاخه يقول لك المجموعه بتاعت الاهلي سهله ومش مستاهله. انا بلاعب ابطال قارات وبلاعب كاس العالم، بلعب كاس العالم للانديه مع 32 فرقه الاقوى في العالم، مفيش فريق فيهم قليل اصلا. يعني انا لو كان جالي صن داونز في المجموعه، مع ان ده ما ينفعش لانها من نفس القاره بتاعتي، برده كانت هتبقى المجموعه جامده. انا مش بتكلم على اني بلاعب ده او ده او ده او ده، انا اتحطيت في بطوله انت نفسك تشوفها من 23 سنه ومش عارف لا ديت ولا بتاع الانتر كونتيننتال ولا هتشارك في اي حاجه. الناس اللي بتطلع تشكك في الاهلي وتقول لك اصل في صحف اسبانيه قالت ان انتر ميامي هيلاعب فريق مجهول. طب وانت ليه ما شفتش جوارديولا وهو بيفخم وبيعظم على الاهلي؟ ما شفتش ليه انشيلوتي وهو بيقول لك انا مقلق من مواجهه الاهلي؟ ما شفتش ليه كل الناس اللي عماله تتكلم عن الاهلي؟ انفانتينو ده رئيس الاتحاد، رئيس الكوره اللي انت بتتفرج عليها اصلا، طلع قال لك انا بستمتع وانا بتفرج على الاهلي واتمنى ان هو يستمر ويقدم المستويات اللي بيقدمها، لان انا بشوف متعه من نادي كبير زي النادي الاهلي. هو بيشوف متعه عشان بيتفرج، انت بتشوف متعه عشان الاهلي بيديهولك. ايا كان انا ماليش دعوه، انا مش طالع برلك، انا مش طالع اوجع قلبي معاك، ولكن انا بكلم نفسي ودايما بفكر نفسي ان انا اعظم نادي في الكون. انا بفخم على حالي، مش محتاج ان انت تيجي تقلل مني لان انت قليل. القليل بيشوف كل اللي حواليه قليل، انما عشان النادي الاهلي نادي كبير بيشوف كل المنافسين كبار وبيحترمهم في الملعب وبيحترم الخصم، بس في الاخر بيدق وانت مجرب.